نابا له ما يعرف بحزب فرنسا بعد ذلك في مصر. كيف وكيف وكيف، يعني عندما تنظر في النتائج ما تكاد تجد شيئا. كذلك في طبعا الحملة الفرنسية على الجزائر، طبعا هذه كانت أقسى وأنكى وأصعب الحملات الصليبية مطلقا على أي بلد ما، كانت هي الحملة الفرنسية على الجزائر كما سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. إذن فرنسا ومصر، وعلى في ايام نابليون كان اعظم قائد فرنسي طبعا في تاريخهم، ما نجد الفوائد المرجوه من اي حمله تنتقل كما يقال حمله حضاريه على بلد معين. ما تجد هذا للاسف الشديد، تجد ادعاءات وشعارات فقط. فرنسا ايضا قبل الحمله الفرنسيه على الجزائر اشتركت او هي قامت بحملتين على الجزائر، حملة سنة 82 600 وألف، وحملة سنة 84 600 وألف، يعني في أواخر القرن السابع عشر الميلادي. هذه الحملة لويس الرابع عشر أمر بها وسيرها مقابل إيش؟ مقابل أن هؤلاء الجزائريين إنما أزعجوه في البحر، يريد أن يتحرك في البحر الأبيض المتوسط، يقتل من يشاء، ينهب من يشاء، يفعل ما يشاء، يتحرك بحرية ولا يستطيع أحد أن يوقفه. هذا هو سبب الحملة. أنت تجد سبب الحملة، تجد سببا غير واقعي إطلاقا. هؤلاء قوم يعتدى عليهم إنما يقومون برد الاعتداء. فهذا الملك الذي يريد حتى من هؤلاء إذا اعتدي عليهم ألا يردوا الاعتداء، هذا يعني أمر خطير. طبعا هاتان الحملتان باءتا بالفشل وعادتا من حيث أتتا، وسبب أن الجزائر كانت صخرة كبيرة جدا تتحطم عليها كل المقاومة، وكان أسطولا ضخما بكل المقاييس، بل كانت سيدة البحر الأبيض المتوسط بدون نزاع في هذه الكلمة. سيدة البحر الأبيض المتوسط، خبرة طويلة جدا من أيام خير الدين إلى تلك الأيام، كان أكثر من 130 سنة تقريبا بعد وفاة خير الدين. الحملة الفرنسية على الجزائر الأولى قبل الحملة الأخيرة تريد نتحدث عنها إن شاء الله تعالى. خبرة كبيرة في البحر وأشداء أقوياء. يعني يكفي أن نعرف أن السلطان العثماني لما وافق على أن تتبعه الجزائر وأن يكون خير الدين هو الحاكم الرسمي في الجزائر التابع للدولة العثمانية، أمد الجزائريين ب15 سفينة وب2000 من جيشه الانكشارية الأشداء الأقوياء. الانكشارية هذا يسمى في اللغة العثمانية ييني جري أي جيش الجديد، الجيش الجديد، تعريبه انكشاري. هؤلاء الانكشارية هم قوم أشداء جدا لا يعرفون إلا الجهاد في سبيل الله وطاعة السلطان والعمل الدائم والبذل الدائم. هذا في أصل تكوينهم، وربوا على هذا، وربوا على الإسلام والقرآن والإيمان، فكانوا مجاهدين أشداء، وكانوا في الإيمان يعني في الجملة كان إيمانهم قويا، ويتحمسون ويبذلون ويعملون. هذا واضح وبقوة في أثناء المعارك وبعد المعارك والنصر. يعني فهؤلاء الألفان من الجيش الانكشاري الذي أمد به الجزائريون كان أثر كبير جدا في تقوية الجهاد الجزائري. 15 سفينة كان أثر كبير. ثم ظل السلاطين العثمانيون يمدون الجزائريين بالسفن ويمدون الجزائريين بالجيش. هذا كله قوى الأسطول الجزائري، فصار سيد البحر الأبيض المتوسط بلا نزاع ولا مراء. وهذا طبعا من الأسباب الكبيرة لغزو الجزائر بعد ذلك كما قلت لكم. وما استطاع الفرنسيون أن يأخذوا الجزائر إلا بعد تحطم أسطول الجزائري الذي شارك العثماني في معركة نافارين 1827 قبل دخول الجزائر ب3 سنوات من قبل الفرنسيين. فهذا الأسطول البحري. أنظمة فرنسا كانت خلال الاحتلال الجزائري نظام ملكي. نحن نعلم أن الثورة الفرنسية أعقبت نظاما جمهوريا، هذا أمر معلوم، وأنهم جاءوا لنزع الملكية وجاءوا لإبعاد آل لويس، وهذا الذي جرى.
ثم بعد ذلك تقلبت فرنسا بين أنظمة ملكية وأنظمة جمهورية وأنظمة إمبراطورية كما حصل في إمبراطورية نابليون. نابليون طبعا بعد أن كان من أكبر دعاة التحمس الجمهورية الفرنسية أنشأ إمبراطورية ودعا نفسه إمبراطورا كما نعلم. إمبراطور نابليون الأول، الإمبراطور الأول في فرنسا هو نابليون. نقل القضية من جمهورية صارت إمبراطورية، ثم بعد ذلك جمهورية وملكية وإمبراطورية وجمهورية إلى أن استقرت في وضعها الأخير الجمهورية الخامسة في العصر الحديث كما نعلم بعد ذلك إن شاء الله تعالى. فشارل العاشر هو الذي جرت المعركة أو الاحتلال الفرنسي للجزائر في أيامه، وما مكث طويلا. جاء بعده لويس فيليب ملك فرنسا بعد شارل العاشر. شارل العاشر حكم فرنسا من سنة 24 و800 وألف إلى سنة 30 و800 وألف. 1824 1830 كانت فيها حصار الجزائر وأخذ الجزائر بعد ذلك. إذن الست سنوات اللي حكمها شارل هو الذي وافق على الحملة، وهو الذي دبر أمرها، وهو الذي سيرها، وهو الذي في عهده دخل الفرنسيون إلى الجزائر. لكن لما دخلوا قامت ثورة عليه وأبعد، وجاء لويس فيليب بعد ذلك. لويس فيليب حكم من 1830 إلى سنة 1848، 18 عاما. ثم جاء بعده نظام امبراطوري نابليون الثالث. نابليون الثالث حكم من 1848 إلى 1870. ثم هكذا دواليك توالى الحكم في فرنسا، على فرنسا وعلى الجزائر. طبعا ذلك تعدت بعد ذلك فرنسية محضة، وألحقت بفرنسا بعد ذلك بقانون جائر وصارم وصعب. الذي جرى أيها الإخوة الآن، نريد أن نتحدث، هذه مقدمة فقط، نريد أن نتحدث عن قضية مهمة وهي أسباب الحملة. ماذا جرى لماذا جرت هذه الحملة؟ هناك أسباب سياسية وأسباب اقتصادية وأسباب دينية. أرجو أن يفهم هذا أمر مهم جدا وخطير جدا، ونحن يعني إذا فهمناه نفهم كثيرا من الأمور. السبب الديني سأرجئه للحلقة القادمة، لأنه سبب متشعب وسبب فيه توسع في ذكره وفي نصوص لابد أن تقرأ عليكم. ليس من عادتي أن أقرأ ما أحضره وأقوله، لكن بعض النصوص لابد أن أقرأها حرفيا لشدة خطورتها ودلالتها، وستساعدنا على فهم القضية بعد ذلك. أما السبب السياسي والسبب الاقتصادي، السبب السياسي فرنسا تعرضت لهزائم قبل أن تدخل إلى الجزائر، هزائم في أوروبا، وتريد أن تعوض هزائمها. هذه الهزائم تريد أن تعوضها على حساب الشعب الجزائري الذي ابتلي بها ردحا طويلا من الزمان. طبعا من المعلوم أن هنالك مشكلة كبيرة تاريخية دائمة أزلية بين بريطانيا وفرنسا، وهنالك حقد كبير بين بريطانيا وفرنسا منذ أيام نابليون، بل قبل أيام نابليون، وهذا أمر معلوم. كانت فرنسا تريد أن تقطع الطريق على بريطانيا، لأن تعلم أن بريطانيا دولة استخرابية كبيرة ضخمة لها أسطول كبير، تريد أن تقطع الطريق عليها. فإذا احتلت فرنسا الجزائر ثم تلت بعد ذلك باحتلال البلاد المجاورة مثل المغرب وتونس وغيرها، تستطيع أن تسيطر على البحر الأبيض المتوسط وتجعله بحيرة فرنسية، وذلك تقطع الطريق على بريطانيا. ما تستطيع بريطانيا أن تتحرك بعد ذلك تأخذ مصر، وكمان هناك أيضا كلاما وحملة، بل جرت حملة قبل ذلك، حملة جو فرايزر على مصر سنة 1807. لا شك طبعا فرنسا ما نست أبدا من أسباب الحملة ما جرى لها في مصر، فأرادت أن تعوض ما جرى لها في مصر، أرادت أن تعوضه في الجزائر، وبعد ذلك في القارة الإفريقية السوداء، لأن نحن نعلم أن الجزائر كانت مدخلا للقارة الإفريقية السوداء. كثير من مغتصبات فرنسا في القارة الإفريقية السوداء إنما حدثت بعد الجزائر طبعا، وكانت مدخلا لها، وكان وقودها للأسف كثيرا من الجزائريين والجيش الجزائري كما سيأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. أيضا من الأسباب السياسية للحملة تطبيق قرارات مؤتمر فيينا 1815. اجتمع الأوروبيون أو القوى الأوروبية اجتمعت في مؤتمر فيينا وقرروا أن تؤخذ الجزائر، وأن تكون مدخلا للقارة الإفريقية كلها بعد ذلك. وأكد هذا القرار في مؤتمر جرى سنة 1819، أكد هذا القرار، لابد من هذا القرار وأكد. فلذلك اتفق على إما بريطانيا أو فرنسا
لذلك كانت فرنسا تقطع الطريق على بريطانيا وتأخذ هي الجزائر، لكن تحين الفرص، كانت تحين الفرص، لما جاءت فرصة مناسبة اهتبلتها بقوة وأخذت الجزائر. من أسباب أيضا كثير من السياسيين نادى باحتلال الجزائر، كما أن كثيرا من السياسيين نادى باحتلال مصر قبل أن يقع الاحتلال. هنا كثير من السياسيين نادى باحتلال الجزائر وطلب من المسؤولين الفرنسيين أن تؤخذ الجزائر طلبا جازما ملحا دائما. سأنقل هذا السبب الأخير والنداءات الكثيرة مع السبب الاقتصادي والسبب الديني إن شاء الله تعالى للحلقة القادمة، لكني اكتفيت في هذه الحلقة بذكر الأسباب التي دعت، أسباب السياسية، بعض الأسباب السياسية طبعا وإيجاز شديد، لأن هذا ليس مطلوبا منه التفصيل أو مطلوبا فيه التفصيل، وذكرت قبل ذلك الحملات الفرنسية على بعض المدن أو بعض البلاد العربية والإسلامية. في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى سأواصل بذكر هذه الأسباب، والله أعلم وأحكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم يا الإخوة الكرام والأخوات ورحمة الله تعالى وبركاته.